قمر صناعي فاروق الباز المصري الذي طبع بصمته على القمر والمريخ. في إحدى قرى محافظة الشرقية ولد طفل بعينين تملأهما الدهشة ونظرات تسبق الزمن. كان ينظر إلى السماء لا كمن يتأمل، بل كمن يخطط للذهاب إليها. كبر هذا الطفل وصار اسمه يكتب في كتب العلم بأحرف من نور: فاروق الباز. في ستينيات القرن الماضي كانت الحرب الباردة تشتعل بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وساحة الصراع لم تكن الأرض بل الفضاء. وفي خضم هذا السباق نحو النجوم كان للعالم المصري دور لا ينس. دبوس برأس مستدير عمل فاروق الباز ضمن فريق وكالة ناسا، وكان أحد العقول الأساسية في مشروع أبولو الهادف إلى الهبوط على سطح القمر. لم يكن دوره هامشيا، بل كان خبيرا في جيولوجيا القمرية ومشرفا على تدريب رواد الفضاء على قراءة تضاريس سطح القمر واختيار أنسب المواقع للهبوط. رمز القمر الكامل في مهمة أبولو 11، أول بعثة بشرية تهبط على سطح القمر، كان الدكتور الباز أحد من ساهموا في اختيار الموقع بدقة علمية، ليصبح بذلك مشاركا في لحظة تاريخية غيرت وجه البشرية. لكنه لم يكتفي بالقمر. تلسكوب وجه نظره نحو المريخ، وأدرك أن استكشاف الكوكب الأحمر لا يقل أهمية عن القمر. وكان من أوائل من طرحوا فكرة دراسة المريخ باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، تماما كما تدرس الأرض. ورغم سنواته الطويلة في الولايات المتحدة، ظل قلبه متعلقا بوطنه. قمر صناعي اقترح استخدام صور الأقمار الصناعية في رسم خرائط مصر وتحليل تربتها واكتشاف مواردها الخفية. وكان صاحب مشروع ممر التنمية الذي دعا فيه إلى إقامة طريق يربط وادي النيل بالصحراء الغربية ويمهد لتنمية عمرانية واقتصادية شاملة. ميكروفون. وحين سئل في إحدى محاضراته: كيف وصلت إلى هذا النجاح؟ أجاب بثقة العالم المؤمن برسالته: العلم لا جنسية له، والمصري قادر أن يبدع أينما وجد. لم يكن فاروق الباز مجرد عالم، بل كان جسرا بين الأرض والفضاء، وصوتا مصريا يتردد صداه بين الكواكب. رجل أثبت أن من قرأ الرمال في الصحراء يمكنه أن يقرأ أسرار النجوم.